سلام خياتي ومرحبا بكم في وصفة أخرى من وصفاتي. اليوم درت لكم هذه الوصفة تلبية لطلب أحد المشتركات اللي عندها مدة وهي تطلب مني هذه الوصفة حتى لدوك باش قدرت نديرها لها. هذه هي الوصفة حبيبتي، نتمنى أنه تعجبك. هذه هي الوصفة المعتمدة عندي. تقدري تاخذي فكرة، ولا إذا كان ما عجبتكش هذه الوصفة تاخذي منها فكرة. خاصة لابات جات ما شاء الله، لابات هذه معتمدة عندي وفعلا هايلة. وبالنسبة للشكل تقدري تغيري الشكل اللي حبيتيه. هاد الحلوة حشيتها بالكاوكاو وحلوة الترك. الحشو جا رائع، كذلك جا فيها واحد الكود تاع حلوة الترك، يعني روعة. نتمنى انه تجربوها ونتمنى انه تعجبكم، وما تنسونيش يعني طلعوا لي لا فيديو بليجام هكذا باش تعم الفائدة فضلا وليس امرا بطبيعة الحال. ها هم بعض الصور من الحلوة تاعنا، وراح ننتقل للمقادير. اول شيء راح عندي كاوكاو حمصته ورحيته، وهنا كاوكاو درت 150 غرام مع حوالي 80 غرام حلوة الترك، فتتها مليح مع لافاني سائلة. حلوة الترك تقدروا ديروها تكونجلا وترحوها تسكرفجوها وتحطوها مع الكاوكاو. هنا عندي توفيا كراميل، وعندي زوج مغارف منه وزوج مغارف معجون. نجمع الخليط تاعي. تقدروا تجمعوا بالمعجون لكن بذوق يعني الكراميل راح يجيكم احسن واحسن. نجمع مليح هكذا حتى تشكلوا معانا لي بول، يعني هذا العبار اللي درت تاع الكراميل والمعجون جاء سوا. هنا راني درت كويرات منه حوالي 10 غرامات، اللي وزنتهم حوالي 10 غرامات. راح ننتقل للعجينة. هنا عندي علبة مارغرين 250 غرام. عفوا أنا استعملت لابيل، وعندي 4 مغارف السكر جلاس. ديروا فقط 4 مغارف، ما تعمروهمش مليح باش تتفادوا الحلاوة. صدقوني أنا في الحلوة تاعي نحاول نقصو ماكسيموم الحلاوة. حتى وإذا درتو 3 مغارف معليش. زدت عليها 2 بيضات وزدت لافاني سائلة. نخلط مليح هاد المكونات. زدت قرصة ملح. نخلط هكذا بالباتور باش يتجانس معايا كامل المكونات. تقدروا تخلطوا باليد عادي. ندرب مليح بالباتور حتى تولي لنا كريمه. هنا راح نضيف 4 مغارف نشا كذلك، ونص مغرفة خميرة الحلوى. ديروا فقط يعني المغرفة الصغيرة ديروا منها النص، هذا مكان باش ما تنفخ لكمش مليح في الفرن. هنا راني زدت انايا حوالي 5 مغارف زيت. هذا الشيء اختياري، انا حبيت يعني نكتر شويه من الكميه. تقدروا تستغنوا عليها وتقدروا تضيفوا حتى نص كاس زيت. ونخلطو مليح ونبدا نضيف الفرينه. بالنسبه للفرينه ما عطيتلكمش المقدار، درت فقط عيني ميزاني. سامحوني، نسيت حتى درت الفرينه باش تفكرت. المهم العجينه لازم تجيكم طريه، ما تيبسوش العجينه، خلوها طريه، ما تيبسوهاش كيما يعني صابلي، ولا خلوها طريه هكذا تساعدكم وما تتشققش معاكم. نعاود نأكد لكم على خميرة الحلوى، ديروا نص مغرفة صغيرة تاع الخميرة باش ما تنفخش معاكم مليح في الفور ويجي الشكل تاعها ماشي شباب. هنا راني كورت 35 غرام لاباط، كورتها 35 غرام. نفتحها بهذه الطريقة وندير الحشو بهذه الطريقة ونزير عليها مليح. وهنا عندي هاد المول اللي ديما مساعدني، صدقوني انا ما قدرتش نشكلها بالوحده. هاد المول براتيك ويساعدني، كاين منه الكبير وكاين صغير، انا درت هاد الصغير. نتوما الا حبيتو تكبروا الحبه تاعكم اشروا الكبير. ما قدرتش ندير بالوحده يعني هاد المول موالفه ندير به ويعجبني الشكل تاعو، وبالخف نكمل العجينه. ها هو الشكل تاعي، وشوفوا الحبات كيفاش جاو يعني شابين. واللي ما حبتش دير بهذا المول تشكل بيدها وتكبر الحبه ولا ديرها رقيقه كيما حبت. ليسونسيال تاخذوا فكره على لاباط
وعلى يعني الطريقة. هذا ما كان. بعد ما نحيتها انا حقيقة ما ديكوريتهاش في نفس اليوم، حتى غدوة من داك باش ديكوريتها. عندي ديكوريتها طليتها اولا بالشوية معجون وشوية كراميل. خلطت المعجون والكراميل باش يجيني شوية ثقيل، الخليط ثقيل باش يحكم فيه الكاوكاو. بالنسبة للكاوكاو انا ما رحيتوش مليح، تحبوا ترحوه مليح تحبوا تخلوه هكذا خشين كيما درت انا فضلت يقعد لي هكذا شوية خشين. اللي ما تحبش تخشن الكاوكاو تاعها ترحيه مليح. فوالا نزينو الحلوى تاعنا بهذه الطريقة وننتقل مع بعض للطبق يعني ننتقل للمرحلة الأخيرة تاع الحلوى تاعنا. فوالا هذا هو الشكل النهائي للحلوى تاعنا بعد ما رشيت عليها شوية سكر جلاس، رشة خفيفة، ما تكتروش. نتمنى انه تكون تنال اعجابكم هذه الوصفة، ونتمنى انه تجربوها، ونتمنى كذلك انه تنجح معكم. واذا كان حبيتوا هذه الوصفة وعجبتكم خلوا لي آراءكم في التعليقات. بالنسبة للحلوى خرجت لي 30 حبة. فوالا 30 حبة. راح نقسم وحدة قدامكم كالعادة باش تشوفوا مدى مصداقية هذه الوصفة. شوفوا الحشو تاع يعني الحشو تاع حلوة الترك ما خرج ليش وما يبسش، قاعد طري صدقوني ما شاء الله. شوفوا راح نفتت وحدة قدامكم باش تشوفوها. والى اللقاء الى وصفة اخرى بحول الله.